أكيد بزاف منكم تعرضتوا لشي تعليق فيه سب أو شتم أو شي رسالة فيها إهانة أو ربما حتى تعليق صوتي فيه كلام جارح، ولكن واش عمركم تساءلتوا بلي هادشي راه ما كيبقاش غير مجرد كلام عابر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما القانون كيعاقب عليه. في المغرب السب والشتم والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي ما كيتعتبرش غير تصرف خايب وصافي، إنما كيعرض مولاه للمساءلة القانونية، سواء كان تعليق في انستغرام، تيك توك، فيسبوك أو رسالة أو تسجيل صوتي أو ربما حتى مكالمة هاتفية. بل إلا تعدى الأمر هادشي وصل لدرجة نشر صور أو تسجيلات أو محادثات خاصة بلا الموافقة ديالك، فراه كيكون الشخص ارتكب واحد الفعل اللي كيجرمو القانون، وهذا الشيء منصوص عليه في الفصلين 1 447 و 2 447 من القانون الجنائي المغربي، والعقوبة راها كتوصل للحبس من 6 شهور حتى ل3 سنوات وغرامة مالية من 2000 حتى ل 20,000 درهم، وتقدر العقوبة تكون أشد حسب ظروف القضية، وسواء كان هذا الشيء بالحساب الرسمي أو بحسابات وهمية، لأن المحاكم المغربية ولات كتعتمد بشكل دقيق على الأدلة الرقمية. فإلا شي نهار تعرضتي للسب أو الشتم أو الإهانة في المواقع، حاول ما تردش بنفس الأسلوب، لأن الرد بنفس الأسلوب يقدر يعرضك حتى أنت للمساءلة القانونية. وأحسن حاجة هي تحتفظ بجميع الأدلة بحال السكرينات والرسائل والتسجيلات، وتقدم شكاية مباشرة للشرطة القضائية أو النيابة العامة، وخليها قاعدة عندك أن أي كلمة كتكتبها سواء في تعليق أو رسالة راه تقدر تولي دليل قانوني ضدك. خليوا لي رأيكم في التعليق، واش حتى نتوما تعرضتوا بحال هاد المضايقات؟